الحمراء. تساقطات يرى عديد المهتمين والباحثين في المجال من أبناء الأقاليم الجنوبية كونها لم ترى المنطقة مثيلا لها منذ عقود. فيضانات تصل وادي الساقية الحمراء وتحدث أضرارا كبيرة بممتلكات الساكنة سيما القريبة من الوادي. من الخمسينات هذه الأرض ما قد جبرت ذا السيل ذا النوع ذا من الفيض اللي تراعي فيها ضرك. وهذا كان قالوا على انه السيل جاي من الشطيب للشطيب، وهذا المزين وهذه السحاب المعلومه اللي تبشر وتعطي بشاير الخير. السحاب كان يجي منها شويه قليل، يجي نعيم ويجي تعاير الريف، وهذا الحمد لله الفيض المعلوم اللي قاع راعيه ما شفناه لين نقص. يا غير كان جاي الصباح اكثر من هذا، والبارح في الليل جمتن من هذا. هاي سيلين قالها السيل المعلومه، وينقال عن الوالد جا قابض من الشطيب للشطيب. ومن الخمسينات ذا البلاد ما قد تفرح بذي السحاب. عندي عنه من عام اللي يقولوا له 45 مليون دورة ما قد جات سحاب كيف هذه. وهذه سحاب معلومة وتدل على بشاير الخير الحمد لله المستقبل، ولا تعود تنبت ولا يعود عام معلوم ولا يعود عام يصيف له المواشي، واللي خسر كامل دورة يصلحوا بإذن الله تعالى وبركاته. تحدث هذه الفيضانات بوادي الساقية الحمراء أو كما يتداول داخل المجتمع الصحراوي من الشطيب للشطيب في ظل حديث البعض عن إمكانية استمرار فيضانات وادي الساقية الحمراء خلال الأيام القادمة، بالنظر لحجم التساقطات المطرية الكبيرة التي شهدتها مختلف الأودية والمناطق المحاذية لإقليم السمارة من جميع الاتجاهات. هذا الواد هو أولاده ياسرين، وفي العادة عن التوديان منين يسيلوا سيل متين هم اللي يجيبوا ذا النوع ذاك. أكبر وادي كبر واد الساقي هو خنق السكوم، وثاني واد هو كسات، والثالث الخط هذا. وديان أولاد الوادي الكبار، وهذا الماء ما نعرف كانوا